هونداي توسان بتخش راس براس طبعا مع راف4، بتخش راس براس مع هوندا بايلوت. فئة العائلة هذه فئة كبيرة جدا وسيارة كروس اوفر. الشركات كلها اصلا من عام 2015 ابتدت تتوجه لايش؟ لسيارات الكروس اوفر، علشان يعني الشوارع مطبات كذا، فالسيارة الكروس اوفر مرتفعة على الارض اكثر وعائلية، تصلح للعائلة اكثر من السيارات اللي هي السيدان اللي زي الاكسنت وخلافه. هذه السيارة مرتفعة على الارض ومحترمه. خلونا نشوف التفاصيل تبعتها وان شاء الله هنستفيد من الفيديو بشكل كامل. السلام عليكم، انا اخوكم دوس سمير من عرب كارز. هنصور لكم اليوم توسان بتفاصيل جميله. اللي معي اليوم اللي هي مش الفئه الفول كامل، هذه فئه الستاندرد، اقل المواصفات. يعني تيجي بمحرك 1.6 لتر. خلونا نشوف المحرك وباقي التفاصيل. قبل ما نشوف معلومات المحرك ما تنسونا من لايك، من شير، من سبسكرايب، وقيم السياره من 10. السياره هذه متوفره في معرض بوابه المستقبل في ليبيا في بنغازي في شارع فينيس. هسيب لكم ارقام التواصل والعنوان في الوصف. كلموهم احكوا من عرب كارز وان شاء الله الشباب مش حيقصروا معكم. محرك 4 سلندر تنفس طبيعي بسعته اللتريه 1.6 لتر، بطلع قوه حصانيه 180 حصان، والعزم بكون 265 نيوتن. الجير اللي بيجي على السيارة هذا بيكون جير اوتوماتيكي من 7 سرعات. ليش أنا ذكرت من 7 سرعات؟ لأنه محرك ال2 لتر الجير تبعه بيختلف، محرك برضه ال2.5 لتر الجير تبعه بيختلف، فكل سيارة إلها جير. هذا الجير اللي معنا اليوم بيكون من 7 سرعات وجير اوتوماتيكي. السيارات كلها او المحركات كلها ما بتجيش بجير سي في تي، كلها بتيجي بجير اوتوماتيكيه. غطاء المحرك تبع السياره بيكون ببانه، وتكفيل المحرك جيد جدا. تسام بالتصميم العصري تبعها. الانارات النهاريه بتيجي مدموجه مع الشبك اللي بيجي برضه بثلاثي الابعاد او 3 دي، فالتصميم تبعهم جميل جدا، في لغه تصميميه حتى في الانارات. والواجهه هذه ما بنشوفها على اي سياره في العالم الا سيارات توسان اللي طالع من شركه هيونداي. الانارات هذه بتكون نفسها ال دي، اناره زنون، والاشاره هالوجين. ليش؟ ما بعرف. حساسات اماميه او اضافات اماميه كمواصفات امان مش متوفر على فئه الستاندرد. فئه الفول كامل عليها بعض المواصفات الممتازه جدا، ولكن فئه الستاندرد ما عليها اي مواصفات من ناحيه الامام غير الايرباجات. طبعا تصميم الشبك الامامي بيكون 3 دي بعلامه هيونداي، والسياره الخلوص تبعها ممتاز جدا على الارض. في عندك هنا فتحات تبريد برضو اضافيه مع الشنب الامامي تبع السياره، شكله جميل جدا. غطاء المحرك نفسه زي ما نلاحظ في زوايا حاده جدا، السياره كلها بتيجي بزوايا حاده سواء من غطاء المحرك او حتى من التصميم الجانبي تبع السياره. زي ما احنا ملاحظين زاويه حاده جدا يا جماعه الخير. الانسيابيه تبعتها عاليه، ما اختلفناش في النقطه هذه، ولكن شوفوا لي قصه بتحس انه مقصات في التصميم تبعهم. فالنقطه هذه صعبه عند الضربات، الله يبعد عنكم شر الضربات، ولكن بتكون صعبة عند السمكري. مين اللي يرجع نفس القصة هذه بنفس مكانها؟ هذه مشكلة هيونداي في التصميم. ولكن الانسيابية تبع السيارة ما شاء الله عليها تعتبر عالية. في لغة تصميمية برضه في الباب من الجنب زي ما احنا ملاحظين، فالخط انسيابي جاي من هنا وغاطس من هنا علشان ثبات السيارة يكون ممتاز. عندك برضه ابتداية الهواء بتوزع من هان بيطلع لفوق، وبتوزع من النقطة هذه وبنزل لتحت علشان الانسيابية تكون ممتازة. بيطلع الهواء اللي جاي من هنا بيطلع تاني فوق، وبيطلع من خلوص السيارة من الخلف. ولكن على الزوايا الحادة هذه أنا عندي نقطة تعليق عليها، ونقطة تعليق قاسية جدا، علشان تصميم حلو ما اختلفناش، ولكن مشكلته في السمكرة. يعني لما يصير في عندك ضربة لا سمح الله، الله يبعد عنكم شر الضربات. لكن احكوا لي رايكم في التصميم الجانبي تبع السياره. صراحه تصميم ولا اروع، انا ما شفتش تصاميم زي شركه هيونداي. لكن التعليق تبع انا حكيته. المرايه بتيجي بالاشاير ال دي بلونين، لون ابيض ولون اسود. مقابض الابواب برضو بتكون باللون الابيض. حنايا عفش للسياره، وعندك السواد اللي بيجي حوالين النوافذ برضو. الفندر الجانبي بيجي اسود، باسفل السياره في عندك اسود كت جميل جدا. الاطارات بالجنوط، الجنوط اللي معاي بتكون حديد للاسف الشديد، ولكن عليها غطا او الطاسه اللي بنسميه طاسه. جنوط بتكون 17 بوصه، الكفرات 235 على 65. هل في جنوط المونيوم على الفئات العليا؟ في جنوط المونيوم، ولكن هذه طاسه عاديه زي ما احنا شايفين. والجنط نفسه الحديد هيو زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا علامه هيونداي بتيجي مخفيه تحت القزاز، يعني ما في بروز. فالتصميم هذا برضو على شركه او لشركه هيونداي بس. وعندك المساحه الخلفيه بتكون غاطسه وين؟ في الاسفل تحت مخفيه. طبعا مخفيه لها ادائين، وادائين جدا ممتازات.
الاداء الاول انه بدي لك مسطح قزازي ما في نويز، نظيف تماما. ثاني شيء انه المساحه نفسها يعني مخبيه عن عوامل التعريه، تدي لك عمر ولا اروع، عمر طويل جدا. الانارات الخلفيه بشكل المخلب طبعا انارات LED، وهنا في اناره الفرامل زي ما احنا شايفين او للسبات، ولكن الشريط المتصل هذا ما فيهوش اضاءه. هذا شكل يا جماعه الخير، يعني اضاءات هنا ما في. ما حبيت النقطة هذه، يعني كان نفسي يكون مضيء بالكامل الشريط الخلفي هذا. إنارات ضبابية بالأسفل، وعندك الديفيوزر الخلفي بشكل جميل، مشتت هواء في نفس الوقت يعني له أداؤه. طبعا حساسات خلفية ما في بالسيارة للأسف الشديد، وفتح الصندوق الخلفي بيكون يدوي. للأسف الشديد في نقطة ثانية في السيارة اللي معي، بما أنه ما فئة فل كامل، يعني بنلاحظ هنا لو ننزل شوية ما في أي كاميرات وما في أي حساسات في نفس الوقت. هذا مشكلة بصراحة، ولكن السيارة يعني كفئة سعرية تعتبر سيارة ممتازة. عندك صندوق خلفي بسم الله ما شاء الله واسع جدا. طبعا السبير هذا يا جماعة الخير يعني مش الدائم، هذا السبير المؤقت اللي انت اكثر حاجة بتمشي عليه 80 كيلو متر كماكسيم. فانت ما تمشي لما يكون معك اطار زي هذا او سبير زي هذا وصار في عندك انفجار في احدى الاطارات وجيت تغيره، ما تمشي اكثر من 80 كيلو متر على الاطار هذا. نصيحة مني انا شخصيا، لانه انت ممكن تعرض نفسك للخطر. انت دائما حاول انك تبعد على الخطر بشكل كامل. طبعا في عندنا منفذ طاقة برضه في الصندوق الخلفي 12 فولت و180 واط، حبيته لو يعني بدك تشبك مثلا كمبرسور علشان تنفخ الاطارات وخلافه، تعتبر ممتازة وجميلة. ومساحة ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليها، تعتبر مساحة ضخمة بالنسبة للصندوق الخلفي. مساحة الركوب في السيارة تعتبر ممتازة جدا، لأنه في مساحات واسعة بكل صراحة. الإنارة تبعت السقف بتكون بالهالوجين مسكات، وعندك السقف بكون قماش، حتى الكراسي الخلفية بتكون قماش. طبعا في عندك تكايب حاملات أكواب عدد 2. فتح التكييف ما في أي تحكمات عليها، لا تقفل ولا تفتح ولا أي تحكمات. مستغرب أنا، أنت المفروض يعني كان المفروض وفروا الفرار اللي بيقفل على الهواء وبيفتح على الهواء. لا هنا ما في أي تحكمات، مجرد ما يشغل التكييف في المقصورة الأمامية بضخ في المقصورة الخلفية. للأسف الشديد يعني عندي تعليق في النقطة هذه. مفتاح طبعا السيارة بتشغيل بالمفتاح لأنه مش فئة الفل. بسم الله شغل السيارة، تيجي عندك عدادات ما شاء الله عليها بالانالوج وجميلة الشكل جدا، شكلها عصري فوق الخيال. فحبيت تصميم تبع الشاشة بالنسبة لسيارة توسان موديل 2023. حتى الستيرنج بتصميم عصري جدا. انا مستغرب من نقطة يا جماعة الخير، في هنا زي ما احنا شايفين مثبت سرعة، مثبت سرعة وما فيش حساسات خلفية وكاميرا خلفية للرجوع. فأنا بصراحة مستغرب، لكن مثبت السرعة حبيته في السيارة هذه علشان يعني إيه في السفر تساعدك السيارة وتكون أنت مرتاح من الضغطات في الأسفل. لا موفرين لك مثبت سرعة عشان السرعات وانت مسافر ما عندك اي مشكلة. هنا الازرار التحكم بالصوتيات بشكل كامل. الستيرنج تصميمه جميل جدا زي ما احنا شايفين، طبعا يعني تلسكوبي برضه ولكن يدوي. فحبيت تصميم الستيرنج من ناحية التلسكوب اللي احنا شايفينه. الطابلون بيجي بتصميم جميل، يعني شوفوا لي التصميم من هنا، اللفة هذه اللي احنا شايفينها في سماعة والطابلون واسع. طبعا هذا المكان مقصوص من هان ولكن نازل من الأسفل مكمل مع التصميم هذا. اللفة هذه على الأبواب مكملة، تصميم جميل جدا. والخامات الداخلية بتيجي كلها للأسف الشديد يعني مش خامات جودة عالية، ولكن كفئة سعرية تعتبر السيارة ممتازة جدا. حبيت التصميم الداخلي في سيارة توسان. عندك هنا ما في شاشة بالكونسول الوسطي، في عندك راديو بتقدر انت تستخدم الراديو عن طريق الازرار اللي احنا شايفينه. شوفوا لي فرار الصوت، فرار جميل يعني شكله مصممينه من 3D، شكله زي الكريستال، شكل جميل جدا. فحبيت التصميم تبع الزر او الفرار اللي احنا شايفينه. طبعا بتضغط بتطفي او بتشغل، يعني زر عملي جدا وفي نفس الوقت بريحك كتير زي ما احنا شايفين. التكييف والتحكم بالتكييف من خلال الازرار هذه. وعندك هنا مساحه تخزين تعتبر ممتازه، في USB علشان خاطر تشبك فلاش عشان الموسيقى وخلافه. وعندك هنا منفذ طاقه عادي ماليش دعوه في USB، يعني هنا معلمين انه USB تشبك الفلاشه هنا. طبعا في منفذ طاقه 12 فولت 180 واط،
تقدر تحط فيه اي شيء، وعندك هنا مساحة تخزين تعتبر جدا جميلة. جير السيارة بتصميمه الغريب نوعا ما بيكون من 7 سرعات، وعليه خاصية التبترونيك، يعني لو حبيت تعمل رياضة في السيارة ما عندك أي مشكلة. وهذا الزر الصغير هذا مود القيادة يا جماعة الخير، حتى بغير يعني أنت ببين عندك إيكو، أنا لو بدي أقتصد في السيارة، والنورمال اللي هي العادية، وهنا السبورت تاخذ باور السيارة بالكامل. تسارع السيارة جميل يا جماعة الخير، برغم أنه 1.6 لتر، إلا أنه تسارع السيارة بوصل تقريبا في 10 ثواني لسرعة 100 بالضخامة اللي احنا شفناها، فيعتبر تسارع جدا ممتاز. كتصميم في الكونسول الوسطي في عندك بيانو بلاك، وفي عندك شوفوا لي الزر هذا اللي بالجاي بالالومنيوم علشان انت تفتح التكايه اللي بالمنتصف. في مساحه تخزين تعتبر ممتازه جدا، وتكايه جاي بجلد مطرزه، تطريز جميل زي ما احنا شايفين. بصراحه تكايه جميله، حتى التطريز يعني فاصل الركب عن السايق. تنزيل النوافذ بيكون اوتو بالنسبه لاقزاز السايق، ولكن في الرفع خلينا نشوف لازم انت تضلك معلق ايدك علشان ترفع. طبعا الميري ما في طي كهربائي، يعني ما في زر طي كهربائي علشان نطويها كهربائيا، لا في سنتر لوك عندك، وفي قفل النوافذ الخلفيه، والتحكم بقزازه المرايه نفسها بيكون عن طريق الزر هذا اللي احنا شايفينه، انه انت لو بدك مثلا تحركها زي ما انتم شايفين بس هيك، انما طي كهربائي طي كهربائي لا. السياره هذه سياره عائليه تعتبر ممتازه جدا، طبعا بتخش راس براس مع الراف 4 والهوندا بايلوت زي ما ذكرنا في بدايه الفيديو، لكن هذه السياره في الوقت الحالي اعتماديه اكثر من تويوتا حسب الارقام القياسيه العالميه اللي بتحكي الاشي هذا. فقيموا السياره من 10، ما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب. السياره هذه متوفره في معرض بوابه المستقبل في ليبيا في بنغازي في شارع فينيس. هسيب لكم ارقام التواصل والعنوان في صندوق الوصف. كلموا مع كلهم من عرب كارز، وان شاء الله الشباب مش حيقصروا معكم. اخر شيء حابب احكيه، سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلامات.